في أول ظهور إعلامي لها بعد الحفل الذي أثار جدلاً واسعاً، تحدثت السيدة ليلى الطاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة عن الحالة الصحية لابنتها بسبب البقع البيضاء على يديها التي انتشرت لها حول إصابتها بمرض البرص. في مقابلة حصرية مع إحدى القنوات المحلية، أعربت ليلى الطاسي عن استيائها من التكهنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البقع البيضاء التي ظهرت على يدي دنيا خلال حفلها الأخير، وأكدت أن هذه البقع ليست دليلاً على إصابة ابنتها بمرض البهاق، بل هي نتيجة لحساسية جلدية تعرضت لها مؤخراً. أوضحت ليلى الطاسي أن دنيا بطمة تعاني من حساسية تجاه بعض المواد، وأنها تعرضت لمادة معينة تسببت في ظهور تلك البقع على يديها تشبه البرص. وأضافت أن الأطباء أكدوا أن هذه الحالة مؤقتة وستزول مع مرور الوقت والعلاج المناسب. كما ناشدت والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور ووسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الحالة الصحية لابنتها مستقرة ولا تدعو للقلق. وأعربت عن أملها في أن يركز المتابعون على موهبة الفنانة الفنية وإنجازاتها بدلاً من الانشغال بمثل هذه الأمور. يذكر أن دنيا بطمة كانت قد أثارت جدلاً بعد ظهورها في حفلها الأول عقب خروجها من السجن، حيث لاحظ الجمهور وجود بقع بيضاء على يديها، مما أدى إلى انتشار شائعات حول إصابتها بمرض البهاق. وجاء تصريح والدتها ليضع حداً لهذه التكهنات ويوضح الحقيقة للجمهور.